لكل الناس اللي بتلعب فانتزي نركز بالله عليكم، وناس كتير قوي بتسألنا فين ملخص خوازيق الجولة اللي فاتت، فين نصايح الجولة اللي فاتت. شباب انا ما صورتش لثلاث اسباب. اول حاجة ان الواحد حرفيا الوضع صعب جدا، وان الواحد مش يعني ملوش مزاج ان هو يصور حاجة. تمام، فانا بحاول ان انا ارجع، وفي نفس الوقت يعني مش عارف، يعني حط نفسك مكاني. تمام. تاني حاجة انا ما اتفرجتش اصلا على ماتشات الجولة، يعني انا اتفرجت على ماتش مانشستر يونايتد بالعافية. تمام. تالت حاجة انا اتفاجئت اصلا ان انا جايب 88 في التشكيل اللي فات، فايه الرقم ده؟ انا ما بقتش عارفه الصراحة. فما عملناش ملخص خوازيق جولة، وبنعتذر على دوت، لان يعني مش عارفين نضحك الصراحة. يعني كل الناس اللي بتلعب فانتسي نركز بالله عليكم في الماتش. يلا كل ما يجي لك انفراد اقول جاكسون، قال لك جن جنون الكوري. يا عم اقعد بقى. كابتن مارتينيلي نيلي وحشني. يلا كابتن امبومو يا حلوه يا بطه، نبي حرصك يا اختي يا قطه. هنختار كابتن نيكيتيا. يا جماعه عادي، دي لعبه. خلينا نخش في نصايح الجولة ونشوف ايه اللي حصل او ايه افضل تشكيل للجولة دي من وجهة نظري وانك تقدر تعمله. اول حاجة كده يا معلم، انت هتلعب زي ما اتفقنا قبل كده من بداية السنة 3-5-2 في حراسة المرمى كابتن إليسون الخباز. وايه يا عبد الله، فين اريولا وفين لينو، فين الناس دي؟ بص يا معلم، انا كنت ماشي بقاعدة اللي هو واحد من الاتنين هيتألق. تمام. فما شاء الله من ساعه جايبهم من جولتين الاتنين مع بعض، ولا واحد في الجولتين تألق من ساعه، يعني الاتنين بقوا يبلانكوا مع بعض من ساعه ما جبت الاتنين مع بعض، فالاتنين بقوا يبلانكوا اساسا. فدي انا قلت ايه، حصل الجوله ماشي معاك اتنين حراس مرمى، لكن الاتنين يبلانكوا في الجولتين فدي كتير قوي الصراحه. فقلت خليك في المضمون يا عم، وخليك في كابتن أليسون، ودي العيش لايه، لكابتن أليسون، ادي العيش لخبازه، لكابتن أليسون بيكر. فانا شايف أليسون مناسب جدا، بالاخص هيقابلوا نوتنجهام، بعد كده هيقابلوا لوتون، بعد كده هيقابلوا برينتفورد. سعره 5.5 بس يقدر يعمل في الثلاث ماتشات كلين شيت، يعني يا رب يعمل 2 منهم بس كلين شيت، مش عايزين الثلاثه. خط الدفاع ده يا معلم انا هديك 4 اوبشن، يعني 4 لعيبه تقدر تجيبهم معاك. تمام، بس العب ب3 بس، لان احنا نلعب زي ما قلنا 3-5-2. فاول واحد هو اللي مكسر الدنيا وخارب العالم وخارب الكوكب، هو كابتن تريبير. حد هيقول لي انت ليه جايبه في التوقيت ده يا عم عبد الله؟ هقول لك لان ماتشاته صعبه، فانا حاسس انه هيبلانك حبيب قلبي، فانا قلت اما اجيبه علشان ايه، وحشني. فهو ماتشاته اللي جايه على فكره مش كويسه، هيقابل الذئاب، بعد كده هيقابل ارسنال، ماتشات اصلا فعلا انا شايفها من وجهه نظري صعبه، بس هو بيقدر يعمل اسيست، بيقدر يعمل اي حاجه، فانا هجيبه بقى في الوقت اللي هيبلانك فيه، لو معاك بيعه. تاني واحد من وجهه نظري برضو ان ماتشاته تعتبر كويسه الفتره اللي جايه هو كابتن بين وايت، وسعره 5.6، وبيقابلوا شيفيلد، نيوكاسل، بيرنلي. عندهم ماتشين يعتبر سهلين قدام ماتش نيوكاسل، فانا شايف برضو اختيار كويس جدا، وهو من اعلى الناس في الارقام، وبيجيب اجوان ما شاء الله طول ما هو مش معايا، وبيعمل كلين شيت وبيخرب الدنيا، بجيبه ما فيش بقى. تمام. تالت واحد في خط الدفاع وهو كابتن روميرو بتاع توتنهام. انا كنت جايب الواد اوديجي بتاع توتنهام برضو، بس حصل خازوق كده، يعني انا مش قادر افهمه حتى الان، يعني ايه تطلعه في الدقيقه حاجه و50، فكان هيجي لي جلطه. تمام. ففريق عمل كلين شيت اهو، عملته كلين شيت اهو كل حاجه طالع بنقطه، فانا قلت اخليني في المضمون واجيب كابتن روميرو. تمام. ماتشاتهم على فكره مش احسن حاجه توتنهام الفتره اللي جايه برضو، عشان تبقى عارف هيقابلوا كريستال بالاس، وكريستال بالاس على ارضهم ارخم فريق، ارخم من حمو بيكا، يعني فريق رخم جدا. تمام. بعد كده هيقابلوا تشيلسي، يعني فريق بدأ يعني يتماسك، عايزين يجيبوا ترتيب مانشستر يونايتد ولا ايه. بعد كده هيقابلوا الذئاب، يعني 3 ماتشات اقسم بالله انيل من بعض. تمام. سواء بقى في ارضهم بره ارضهم، يعني كريستال بالاس والذئاب دول لوحدهم، الاثنين في ارضهم، في ارض الذئاب وفي ارض كريستال بالاس.
ماتشين اقسم بالله زي النيله، وماتش تشيلسي هيبقى على ارض توتنهام ماتش برضو منيل بست النيله. بص هو انا مديك 4 اختيارات اختار منهم 3. فروميرو بقى اللي حس ان هو هيتألق الفتره اللي جايه كابتن ماتي كاش. هات كاش مش ببلاش، خد يلا، وماتشاته برضو كويسه جدا وسعره 5.1. هيقابلوا لوتون على ارضهم الجوله الجايه دي، ماتش في المتناول قوي. بعد كده نوتنجهام بره ارضهم برضو في المتناول، بعد كده فولهام على ارضهم. يعني ده ماتش يعتبر يعني علشان اريولا في حراسه المرمى هيعمل كلين شيت، فعشان انا بعته تمام. فهم 3 ماتشات الصراحه يعتبروا من احسن الماتشات، كويسين جدا بالنسبه لهم. يعني كلمني عن خط النص شويه، واقول لك بدل قلنا خط النص زي ما قلت قبل كده يبقى صلاح. صلاح يا جماعه ملوش بديل، والله العظيم انا شايف فعلا ملوش بديل. صلاح بقى هيقابل بركه السبع، هيقابل نجع حمادي، هيقابل مين؟ ما تفكرش هو هيقابل مين. هو صلاح يبقى عندك وخلاص. كابتنته انت عديت لو هو تألق وهالاند ما تألقش. ما كابتنتوش هو حلو جدا واوبشن كويس ان هو عندك. سعر صلاح دلوقتي حرفيا هو عمال يعلى ويزيد قوي، قرب يجيب هالاند حرفيا. يعني هو 12.8 دلوقتي، فسعره كويس قوي وماتشاتهم كمان كويسه. قلنا نوتنجهام، لوتون، برنتفورد، فماتشاتهم حلوه قوي. يعني تاني واحد في خط النص وهو كابتن سون. سون زي ما انت شايف من ساعه ما لعب مكان هاري كين وهو بيضيع اجوان كتير وبيجيب اجوان كتير. فهو لو استغل نقطه الكور اللي بيضيعها دي اقسم بالله هيعدي هالاند. فيعني انت بص ماتشاتك الجايه مش كويسه قوي، بس انا حابب انك تكون معايا وتكمل معايا الرحله دي. حابب تركب اوبر او كريم وتنزل من الرحله بتاعتي براحتك، بس يعني سون من الاختيارات المميزه جدا ومن احسن الاختيارات. واحد هيقول لي سون وماديسون، هقول له الكلام ده لو ماتشاتهم سهله. يا جماعه هم هيقابلوا كريستال بالاس، والله كريستال بالاس فريق رخم قوي على ارضه. هيقابلوا تشيلسي، هيقابلوا الذئاب. ال3 فرق فعلا صعبين. فانا وجهة نظري لو الاتنين مع بعض تقيلة. ممكن يجيبوا جون 2، واحد يعمل اسيست مش عارف ايه، بس ممكن ما يجيبوش. ولو الاتنين بلانكو انت تشكيلك باظ. فانا وجهة نظري اختار واحد من الاتنين، وانا برشح اكتر واحد سون لانه هو منه للجون. تالت واحد كابتن ساكا اللي ما زلت ما بعتوش وما زلت مصمم عليه، وانا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم يا ساكا. سعره ب 8.5، هو سعره نزل بسبب الاصابه اللي كان مصابها. وماتشاتهم قلنا مش وحشه. هيقابلوا شيفيلد ونيوكاسل وبيرنلي، ماتشاتهم مش وحشه كويسه جدا. وساكا من النوع اللي بيوجد الحلول، يعني اسيست من هنا، شوطه وجون من هنا. فاقل واجب هيجيب لك 5-6 نقط، مش بعيد يجيب لك 9. ساكا برضو من الاوبشنز الكويسه قوي. مين الرابع؟ كابتن بوين عبد المعبود ساده محوج. كابتن بوين الصراحه هو ما زال متالق، وبدل انت متالق فيا حبيبي بالاحضان. 7.2 ماتشاته كويسه جدا. ايفرتون، برنتفورد، نوتنجهام. انا بكلمك على لعيبه على المدى البعيد شويه، يعني على مدى 3-4 جولات تقدر تجيبها. فالصراحه اوبشن ممتاز. مين اخر واحد؟ الخامس اللي هلعب بيه. انا كنت محتار قوي، كنت عمال اقول هجيب ماديسون واخد الريسك في الاتنين مع بعض، سون وماديسون. بعد كده قلت لا، طب ليه تاخد ريسك في ماتشات صعبه زي دي لما قدامك اوبشن كويس لميتوما في برايتون وممكن يرجع يتألق ويخرب الدنيا. ماتشاتهم حلوه قوي، عنده فولهام، ايفرتون، شيفيلد. وميتوما سعره حلو 6.5، لا بيزيد ولا بيقل. بص يعني هو واقف في النص، من النوع اللي بيتألق شويه وممكن يقف شويه. بس ميتوما حلو جدا، ولو تألق وفتحت معاك اوبشن كويس ومش مع ناس كتير قوي. فانا شايف ميتوما بيكمل الخماسي بتاع خط النص. اظن يا حبيب قلبي بعد كل الاسامي اللي انا عاملها لك دي اكيد انت فهمت ان انا بعت هالاند، يعني اكيد باينه ومفهومه قوي. تمام؟ طيب ليه بعت هالاند وليه مش عارف ايه؟ ده انا جاي لك فيه في خط الهجوم. خط الهجوم خليني ابدا لك بهالاند ولا الفاريز. انا شايف الفاريز. ليه الفاريز؟ علشان هالاند حرفيا مش ده هالاند اللي انا اعرفه. تمام؟ ممكن يتألق ويخرب الدنيا. بصوا هالاند يعني انه يبقى معاك او مش معاك ده ريسك قوي.
يعني ده اكبر ريسك هتاخده في حياتك، يعني اكتر من اختياراتك في الجواز مثلا. تمام. فان يبقى معاك هالاند او ما يبقاش معاك، ده اختيار صعب جدا. بس انا قلت بدل هالاند اختار الفاريز. ليه بقى؟ ماتشهم الجاي ده هيقابلوا مين؟ هيقابلوا مانشستر يونايتد. هالاند بيتألق حرفيا قدام الفرق الضعيفه الموسم ده، يعني قدام الفرق القويه بخيته. واحد هيقول لي يا عم عبد الله، هو مانشستر يونايتد يعني فريق قوي؟ هقول لك هو مش قوي قوي، تمام، بس مانشستر يونايتد هيلعب على ارضه وسط جمهوره، وبنسبه كبيره ماتشات مانشستر يونايتد مع مان سيتي ما بتبقاش نتائج عاليه، بتبقى 1-0 2-1 الكلام ده. يعني ما بيبقاش لا فيها كلين شيت، ولا بيبقى فيها جوان كتير، ولا بيبقى فيها تألق من نجوم الماتش اصلا. يعني ما تلاقيش مثلا واحد زي هالاند بيتألق في ماتش زي ده، تلاقي اللي بيتألق برناردو، تلاقي اللي بيتألق فودن، الناس دي. ممكن الفاريز يعمل اسيست يجيب جون، تلاقي والماتش بنسبه كبيره بيخلص 1-0 2-1. الجو ده ما بيخلصش سكور 20 و80 والهبل ده. فانا وجهه نظري هو ماتش صعب. هم كمان هيقابلوا بعديها، هيقابلوا بورنموث، ده ماتش سهل، بس بعديها هيقابلوا تشيلسي. فانا شايف اصلا ماتشات صعبه على هالاند دي من وجهه نظري، فقلت استثمر في الفلوس دي واظبط تشكيلي احسن. فهي وجهات نظر يا معلم، وتحترم اي وجهه نظر فيهم. ولو انت معاك هالاند او لا انت براحتك، ودي اختياراتك، بس انا دي وجهه نظري وانا مقتنع بيها الصراحه، مش بقنعك بيها خالص. فالفاريز سعره كويس وب 7.1، وماتشاته الجايه مش احسن حاجه، بس لازم يبقى معاك حد على الاقل واحد من الاثنين، يا هالاند يا الفاريز. مين التاني المتالق؟ كابتن واتكنز. وليه جبت كابتن واتكنز برضو؟ لانه مبدئيا هو متالق وماشي كويس قوي، بيبلانك او يعتبر ما بلانكش تقريبا، فهو ماشي كويس، سعره عمال بيزيد جامد. طيب ايه كمان؟ ماتشاته سهله جدا، يعني عنده 3 ماتشات سهلين. لو تالق في اللي فات وانا جبته بقى ما تالقش، دي حاجه تانية، تمام. بس هو ماتشاته هيقابلوا لوتن وهيقابلوا نوتنجهام وفولهام، يعني هتتالق، يعني ده المفروض، تمام. فهي دي يا جماعه اختيارات الهجوم، وهو ده التشكيل المثالي من وجهه نظري التي لا قيمه لها على الاطلاق. هتكابتن مين يا عم عبد الله؟ بص يا صاحبي، انا شايف في 2 لاختيارات الكابتنه مضمونين الجوله دي. اول واحد صلاح، تاني واحد واتكنز، او اول واحد واتكنز والتاني صلاح، يعني دول اكتر 2 مضمونين بنسبه كبيره، يعني لان الاثنين هيقابلوا فرق الى حد ما سهله، بيلعبوا تقريبا على ارضهم الاثنين، بيلعبوا على ارضهم، فالدنيا حلوه، يعني المفروض واحد يعني الاثنين يتالقوا بنسبه كبيره ان شاء الله. اختيارات الريسك بقى يا ابو ريسك. اختيارات الريسك بالنسبه لي، اول واحد ساكا، تاني واحد الفاريز. فدي اختيارات الريسك، وهي صعبه على فكره، يعني ماتشاتهم مش احسن حاجه، ودي اختيارات بالنسبه لي انا شايفها صعبه شويه. شايفك يا اللي هتكتب لي كومنت وتقول لي عامل هالاند تريبل كابتن. بص يا صاحبي، هو هالاند لو عمل حاجه انا اتشنيرت. بالمناسبه يا جماعه، انا كان ترتيبي 6 مليون وحاجه، حاليا انا عليت 1.5 مليون في الترتيب، فانا بقيت 4 مليون تقريبا 700. هبقى اكتب لكم بالظبط رقمي كام يعني. بس يا شباب، لو عجبك المحتوى اللي بنقدمه، لايك وشير وسبسكرايب، خلينا نوصل لاكبر عدد ممكن، وما تنساش دعائك لاخواتنا، وربنا ينصركم يا رب ان شاء الله. وشكرا لكم يا شباب، مع السلامه.